عاوزة تعملي حاجة حلوة وسهلة وسريعة تقدميها مع فنجان قهوة وما تاخدش منك وقت خالص، وهتعمليها في 10 دقايق وبدون عجن خالص. هعملها كلها بالمعلقة. طب يلا بينا. اول حاجة هنسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هجيب عندي كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، بتكون طرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليها كمان بكوباية الا معلقتين كبار من السكر البودرة المطحون. انا السكر بحب اطحنه في البيت، ما بحبش الجاهز. الجاهز بيكون عليه اضافات ممكن تغير معايا الوصفة تماما. بعد كده بقلبهم حلو قوي بالمضرب العادي اليدوي او سباتيولا او معلقة لغاية لما يتجانس معايا حلو قوي، يبقى بالشكل ده وتبقى كريمية كده. هنزل عليهم ببيضة برضو بدرجة حرارة المطبخ، وهديها تقليبة مع الخليط بتاعي مع رشة فانيليا، واخلط المكونات بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه لما الخليط عندي يبقى كريمي وهش. كل الخطوات دي ما بتاخدش دقيقتين 3. بعد كده هنزل بالدقيق بتاعي. انا عندي دقيق، كميه الدقيق اللي استخدمتها كلها كوبايتين ونص من الدقيق، بس انا بنزل بيهم شويه بشويه، ما بنزلش بالكوبايتين ونص مره واحده، لان دقيق عن دقيق بيفرق. وهقول لك انا عايزه قوام العجين معايا يكون عامل ازاي. طبعا اول كوبايه قلبتها بالشكل ده، هنزل بالكوبايه الثانيه نصها، وهنزل عليها باقل من نص معلقه صغيره بيكنج باودر، يعني تقدري تقولي ربع معلقه صغيره بيكنج باودر. هديهم تقليبه بالشكل ده كده. زي ما قلت لك وصفتنا النهارده كلها بالمعلقه، انا مش هستخدم ايديا خالص في العجن. نزلت بباقي الكوبايه وبعجن لغايه لما انا عايزه قوام العجين عندي يكون قوام طري وملزق، وفي نفس الوقت مش طريه قوي، لا انا عايزاها اوريكي دلوقتي القوام بتاعها بيكون عامل ازاي. ضفت اخر مقدار معايا من الدقيق، العجينه عندي بقت بالشكل ده طريه وفي نفس الوقت متماسكه شويه. هجيب بقى الكيس بتاعي بحط فيه البلبله اللي هي بتبقى دايره ما فيهاش اي شكل خالص، تبقى ساده. لو عايزين اصور لكم القمع اكتبوا لي في الكومنتات وانا اصوره لكم واحطه لكم في الكومنتات. بنزل بيها بالشكل ده كده بمنتهى السهوله، لان العجينه طريه وسهله معايا خالص تجنن. انا ما استخدمتش اي حاجه حتى في التقطيع، ما استخدمتش ايديا، بالكيس كده في ثواني عملتها. عندي بقى هنا شوكولاته خام بطلعها من التلاجة، بسيبها شويه وببدا بالسكينه اقطعها. لازم لما انت بتقطعيها بالسكينه مكعبات صغيره لازم تبقى الشوكولاته تبقى فكه معاكي شويه، لانها لو جامده بتتكسر معاكي. تمام، علشان تقدري تقطعيها مكعبات زي ما بقطعها كده. برص كده المكعبات على الكوكيز بتاعي وبدخله الفرن على درجة حرارة 180. اخد معايا حوالي 20 دقيقة في الفرن. اول ما بياخد لون من تحت زي ما انتوا شايفين انا كده بصوره في الفرن، بسم الله ما شاء الله، ما زادش ما فرش معايا، طالع مقدار مظبوط و10 على 10. بعد ما اطلعه من الفرن زي ما قلت لك بياخد لون من تحت، بفتح عليه الشوايه من فوق. اول ما يبدا يلون كده معايا بشيله من الفرن. انا هنا طلعته من الفرن ما شاء الله، الشوكولاته ثابته عليه، لونه من تحت زي لونه من فوق، ومن جوه كمان ملون وطعمه تحفه تحفه تحفه. جربي الوصفه دي هتعجبك جدا. احلى كوكيز ممكن تعمليه، مش هياخد معاكي وقت خالص في التحضير ولا حتى كمان في التسويه، هتعمليه في ثواني. لو وصلنا لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، تاخدي الاجر وانا اخده معاكم باذن الله. كده وصفتنا سهله بسيطه. عايزه بقى تقدميها كده مع فنجان قهوه مع كوبايه شاي، مفيش اسرع من كده. حاجه حلوه وشيك ومش مكلفه خالص، تقدري تعمليها وانتي في البيت قاعده، يعني مفيش احلى من كده. طبعا فنجان القهوه ده بيدخل القلب على طول. واحد كوكيز كده مع فنجان قهوه في قعده العصاري، مفيش احلى من كده. جربي الوصفه دي هتعجبك جدا جدا، من احلى واروع وصفات الكوكيز. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونعمل لايك وشير كتير للفيديو علشان الكل يستفاد.